زادت ب30%، وقرارات هامة من البنوك، وبنك مصر يرفع أسعار الفايدة على 4 شهادات. تعال نشوف كل التفاصيل، بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو، تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ما تنساش شارك الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا، وتعالى بينا نشوف الفيديو الجديد. مع ترقب الجميع اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير لعام 2023، واللي هيكون مقرر ليه يوم الثلاثاء والأربعاء القادم لتحديد مصير أسعار الفايدة، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفايدة من الفيدرالي الأمريكي، والذي أدى حتى الآن رفع أسعار الذهب اللي وصل على جرام 21 الأكثر شيوعا في مصر إلى 2800 جنيه وقت تسجيل الحلقة. ومع تقرير الدكتور هاني جنينة الأخير عن الدعم المتوقع أن يتم تقديمه من البنك الدولي بمقدار 10 مليار دولار لمصر لمدة 4 سنوات، وأيضا 10 مليار دولار أخرى من المستثمرين، وأيضا جدولة ديون مصر من البنك الدولي مع التصريحات الأخيرة وتغير ملحوظ لصندوق النقد الدولي تجاه مصر، حيث توقع رفع أسعار الفايدة من البنك المركزي في اجتماعه القادم بمقدار 5%، تصل حدود الفايدة إلى 25% بالبنك المركزي. كما توقع أن تصدر البنوك شهادات قد تصل من 27% إلى 30%. كما توقع عدم تعويم الجنيه دفعة واحدة. وأيضا مع رفع أسعار الفايدة من البنك المركزي التركي الذي وصل إلى 40%، وهي تعتبر من أقوى الدول الناشئة التي تنافس مصر. والاجتماع البنكي المركزي القادم هيكون يوم 21 ديسمبر القادم، ولكن بنك مصر قرر رفع أسعار الفايدة على 4 شهادات لديه، وهي شهادات يمكن أن تكون مناسبة للبعض وممكن الآخر لا تكون مناسبة ليه. تعال نشوف إيه هي مميزات وعيوب الشهادات اللي رفع عليها بنك مصر الفايدة. أول شهادة معانا من بنك مصر رفع عليها الفايدة وهي بدون عمولة استرداد. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تقدر تكسر الشهادة بعد 6 شهور وما بتخسرش اي حاجة زي الشهادات الموجودة 19%. الشهادات دي بتكون شهادات إسلامية. الشهادات الإسلامية بيكون العائد عليها الشهادة الأولى ربع سنوي، وهي مدة 3 سنوات العائد فيها هنا وصل 17%، والعائد بيكون متغير لأن الشهادة دي بتكون شهادة إسلامية. يمكنك كسرها بعد 6 شهور بدون أي خسارة، ويمكنك ربطها من ابتداء من 500 جنيه وهي أسعار فايدة متغيرة، ولأنها إسلامية ودورية الصرف عليها بيكون 3 شهور. طبعا العائد أنت لو مناسب ليك أو مش مناسب، هي الفكرة هنا إن دي 17% ومتغيرة، ويمكنك كسرها بعد 6 شهور دون خسارة. يعني يعتبر زي الأذون الخزانة، وهي يعتبر مش زي الشهادات 19% أو 22%، لأنك أنت هنا تقدر تكسرها بعد 6 شهور بدون خسارة. أما الثانية هتيجي تكسرها هتخسر في أكثر من 70% من أرباح. تاني شهادة معانا رفع فيها أسعار فايدة على الشهادة الإسلامية، وهي عائد شهري، وهي شهادة خماسية. العائد فيها وصل إلى 17.1%. دورية الصرف بيكون فيها شهريا. الحد الأدنى لربط الشهادة هو 1000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه. تالت شهادة معانا وهي شهادة الخير الإسلامية، والعائد بيكون فيها ربع سنوي. الشهادة دي بتكون 10 سنوات، العائد فيها 16.1%. دورية الصرف بيكون كل 3 شهور. الحد الأدنى لربط الشهادة هو 500 جنيه، وهي شهادة إسلامية أيضا متغيرة يمكنك كسرها بعد 6 شهور دون أي خسارة. الشهادة الأخيرة معانا وهي الشهادة الرابعة، شهادة الخير الإسلامية بعائد شهري، والعائد فيها وصل إلى 15.6%. الشهادة دي بتكون لمدة 10 سنوات، يمكنك ربطها ابتداء من 500 جنيه، وهي شهادة إسلامية متغيرة يمكنك كسرها بدون خسارة بعد 6 شهور. هي مميزة لبعض وغير مميزة للبعض الآخر اللي بينظر للفايدة. هنا انت بتقدر تربط الفايدة على 17% وهي متغيرة، ويمكنك كسرها بعد 6 شهور وربط أي شهادة تظهر قدامك بعدها. أما الثانية لو انت ربطت 19% هتيجي تكسرها بعد 6 شهور هتخسر 70% من أرباحك. ليك حرية الاختيار، ونحن بنعرض ليك كل المتغيرات في البنوك. وانتظرنا في الفيديو القادم، هيكون فيديو هام جدا عن الشهادات الجديدة.